مساء العسل. عايزه اقابل المعلم رجب الجريتلي. اقول له مين؟ ايش بخصوص ايه يا ايش؟ لا، ما هو انا مش هتكلم غير قصاد المعلم. وانا مش هدخلك الا ما تقولي لي بخصوص ايه. تمام، بس الموضوع بقى اللي انا جايه بخصوصه في اذيه كبيره قوي للمعلم. في مصيبه هتحصل له لازم يعلم بيها. فلو ما دخلتنيش هبقى اقول له ان انا جيت وانت منعتني يا مستر سكيورتي. وادي صورتك اهي يا معلم، عشان لما احكي له ما تلخبطش فيه. طب استني خليك عندك. لا مؤاخذة يا حاج، في واحدة بره اسمها ايش بتقول انها عايزاك، وبتقول ان في مصيبة كبيرة قوي عايز تحكي لك عليها. دخلها. حاضر. اتفضلي. انت مين؟ ايش وايه بقى المصيبه اللي انت جايه تقولي عليها يا ايش؟ هقول لك على كل حاجه، بس الاول اديني الامان ووعدني انك مش هتعمل لي حاجه مهما قلت. ماشي. طب احلف بشرفك. بشرفي. لا، قول لي بشرفي يا ايش مش هعمل لك حاجه مهما قلت. بشرفي يا ايش مهما قلتي محدش هيعمل لك حاجه. وهتخرجي من هنا ساق سليم يا ايش. هو في ايه يا بنتي؟ انت جايه تحلفيني ولا ايه؟ خلاص هقول، بس الاول بقى تطلع المستر سكيورتي اللي واقف ورايا ده، عشان الموضوع ما يخصهوش وهو شكله حشري. روح يا اسماعيل. حاضر يا حاج. احكي. طب اقعد ولا افضل واقفه؟ اللي يريحك. لا اكيد اللي يريحني ان اقعد. خلاص اقعدي. تسلم يا معلم. خير. انت اديتني الامان وحلفت بشرفك. حصل. الصراحه ما فيش مصيبه ولا حاجه. انا قلت كده للراجل الكشري اللي واقف بره ده عشان يرضى يدخلني. ماشي. طب عايزه تدخلي لي ليه؟ بس من غير ما تستغربني ولا تضحك عليا. انا اصلا كنت ناويه ادخل دخله تانية خالص غير اللي قلتها للجدع ده. انا كنت ناويه اجي اشتري فانوس امان واعمل مشكله كبيره واقول لهم انا عايزه صاحب المكان، بس خفت المشكله تتحل والبس الفانوس، وانا اصلا ما عنديش عربيه. هاخده اعمل بيه ايه بقى؟ اعلقه في بيتنا جنب النجفه. هو انت جايه ليه يا بنت الحلال وقاعده تلففيني حوالين نفسي؟ اتخانقت انت خناقه كبيره قوي من سنه في وسط البلد قدام سيما مترو مع واحد بتاع قطع غيار زميلك اسمه البطل لقطع الغيار، وكانت الخناقه بالليل وكانت قافله الشارع. حصل. كنت انا بقى من مشاهدين الخناقه دي. كنت لسه خارجه من السيما بشوف فيلم لتامر حسني بس بموت فيه. كنت في حفله ست انا واختي، واحنا خارجين شفنا الخناقه ووقفنا نتفرج عليها. لقيتك اللهم صل على النبي واقف بتضرب البطل ده وكل اللي شغالين معاه بطولك. قلت ساعتها لاختي صفاء، بنت يا صفاء، شكلنا كده مكتوب لنا نتفرج على فيلمين النهارده، واحد كوميدي والتاني اكشن. ولقيتك في وسط الخناقه اديته حته دين روسيه اللهم زيدك قوه، اكن الواد دخل في ميكروباص. اختي قالت لي ساعتها الجدع الاقرع ده شكله كده بيلعب كاراتيه. ولقيتك الكل كان خايف منك وعاملين لك الف حساب وبيقول لك اللي انت عايزه يا معلم، اللي تؤمر بيه، احنا كلنا خدامينك. سالتهم هو مين الجدع الحلو ده؟ قالوا لي ده المعلم رجب الجريتلي من اكبر تجار قطع الغيار في البلد. قالوا لي مكان المحل بتاعك. روحت ساعتها وانا مش عارفه افكر غير في حاجه واحده بس، اللي هي ان كل مواطنه مننا محتاجه رجب الجريتلي في حياتها. قعدت اتكلم عنك مع اختي طول الليل. اول ما صحيت من النوم جيت عديت من قدام المحل بتاعك وشفتك، وكل فتره كنت اجي واعدي وكان نفسي ادخل واتكلم معاك،
استرجع واقول لنفسي في بلدنا غريبة ان البت تروح تكلم الراجل، فاخد بعضي وامشي. وايه تكرار بقى على الحال ده سنة بحالها، وانت شغال نخورة في المخ ومقضيها انا نحنحة وكبت عواطف، لحد ما لقيت نفسي النهاردة قمت ولبست واتمكيشت وقلت لاختي انا هاجي واقول لك واللي يحصل يحصل. وديني جيت ودخلت لك وهقول لك واللي يحصل يحصل. هتقولي لي ايه؟ بحبك. انت حلم عمري يا رجب. نعم يا اختي. قال لك نعم يا اختي. رد رومانسي قوي الصراحة، بس مش مهم. انا اصلا جاي مش مستنية منك حاجة ولا عايزة منك حاجة. انا بس كان نفسي اقول لك اللي انا حاساه بصراحة. بقى بعد ما قلت لك حاسة اني بنت جدعة وقلت اللي نفسي فيه. انت منين يا شش؟ من شبرا. بتشتغلي ايه؟ جينا بقى للسؤال اللي بيبسط رجالة مني وبيزعل رجالة تانية. رقاصة، بس ورحمة ستي وراثة، يعني إجباري مش اختياري. ماله؟ بصي يا شش، طول ما انت بتتكلمي انا ما خدتش بالي غير من حاجه واحده. ايه هي؟ عينيكي. اصل انا بركز مع العيون قوي، بقرا البني ادم من عينيه. هل انت قريت عينيا؟ حصل. وقالوا لك ايه بقى؟ انك ذكيه قوي وبتعرفي ترصي كلامك ولا اجدع شاعر، وان مجيتك دي وراها قصه. عذراك، حقك تقول كده. انا لو مكانك هقول نفس الكلام، بس انا بعد ما جيت وقلت لك اللي نفسي اقوله من سنه مش فارق معايا حاجه. مرضيه ومش طالبه زياده. مش عايزك توجع راسك ولا تفكر. بالنسبه لك اللي اتقال ولا يهم، بس بالنسبه لي قلتها لك. حاسه اني بنت جدعه عشان قدرت اجي واقول سلام. وواظب بقى على تمارين الكاراتيه.